رجب، عايزك تعرف نفسك اكتر وتقول للناس عم رجب واحد من ضمن اللي كانوا معانا في حملة المشير عبد الفتاح السيسي في مركز سماء الأمديد، ومن ضمن المؤيدين لهدوء واستقرار الوطن، وكنت واحد من ضمن الفاعلين في حملة المشير عبد الفتاح السيسي، صح كده؟ إن شاء الله. وكنت مع الحملة الرئيسية للمشير. الحمد لله. ومن قرية منشية صبرا أبو علم. منشية صبرا أبو علم مركز سماء الأمديد. حافظة الدقهلية. عم رجب، أنا عايز يعني تحكي لي إيه اللي حصل بالظبط. تحكي للناس إيه اللي حصل. أنا بناشد الرئيس إحنا واقفين له في حملته وابنه وجوزه واقفين في الحملة وعاملين اللي ما يتعملش. أنا ذاتي مريضة وعيانة وكنت ماشية في الحملة، وبقينا نروح المنصورة ونروح الميدان وهنا ينقي يشوف حق ابني يجيبهولي، يشوف حق ابني غير وابوه يجيبهولي اللي جاي من شغله، يقيم دمه وراح يشوه زي السمكة اللي مشوية. إن كان هو يرضيه كده يبقى يرضين. ابني عين اللي محددين فرحه وانفار مشطبين شقته ونازلين ومحددين فرحه، يعملوا فيه كده، يعملوا فيه وابوه كده يا باشا. ها يرضيك صادفت يوم الخميس، كان يوم 25 يوم الخميس يوم 25 يوم الخميس اللي فات. 25/9 عملت تصريح من الساعة 9 بس لحد الساعة 11 مع العودة، وركبت مع نجلي على الموتوسيكل ومروحين في الطريق. الحمد لله احنا طالعين قاصدين بابا الله وماشيين على الطريق لا بينا ولا علينا. عدينا شاوة وعدينا كوم الدربي ودخلنا على الملفات بتاعت كوم الدربي. أنا ماشي بتكلم معاه وبنتكلم مع بعض واحنا ماشيين في الطريق. هو اللي كان سايق يا عم رجب؟ هو اللي سايق فجأة تلاقينا واحد اتنين واقفين على الطريق من اليمادي، اتنين من اليمادي. تلاقينا واحد طالع بجردل الوالع بينه وبين ابني نص متر. ابنك اسمه ايه؟ محمد رجب محمد سليمان القناوي. خريج كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة ويعمل به. الحمد لله. الحمد لله. اتفضل. لقيناه طالع بجردل في ايده والع، لبسه في وش ابني